ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن أكتر 10 أنواع كلاب مسالمة. الكلاب في العموم كائن مسالم مش بيختار الشراسة إلا إذا كان مضطر لكده أو لو كان تم تدريبه على كده، ولكن في أنواع كلاب سلوكها مسالم جدا وبتحب كل الناس والحيوانات بطبعها ومعندهاش أي شراسة تقريبا، وطبعا الحراسة مش في طبعها. يلا بينا نبتدي. رقم 10، الباج. كلب أسرة صيني، شكله وطبعه مضحك وظريف، بيحب اللعب وعايز يبقى مع صاحبه على طول، بيحب كل الناس والحيوانات التانية. رقم 9، البيجل. كلب صيد انجليزي محب جدا للإنسان ولكنه شقي وطبعه عنيد، بيحب اللعب جدا وطاقته عالية، ولكن خلي بالك ان صوته عالي ومزعج احيانا. رقم 8، البوردر كولي. كلب راعي اسكتلندي يعتبر اذكى كلب في العالم، بيحب اللعب والتدريب جدا ويقدر يتعلم امر جديد بسرعة، طاقته عالية جدا والوانه جميلة. رقم 7، الايريش سيتر. كلب صيد ايرلندي بيتميز بلونه البني المحمر وشعرته الطويلة، طبعه هادي جدا مع الأطفال ويحب يلعب معاهم، شقي ويحب الجري كتير. رقم 6، النيو فاوندلاند. كلب أسرة كندي، بالرغم من حجمه الضخم ولكن طبعه محب جدا للأسرة والأطفال، بيحب السباحة وجري العربيات بسبب جسمه القوي. رقم 5، البوستن تيرير. كلب أسرة أمريكي معروف بشكله المضحك وطبعه البهلواني، اجتماعي وبيحب يلعب مع أسرته طول الوقت. رقم 4، البودل. كلب أسرة فرنساوي من أذكى أنواع الكلاب في العالم، كلب أسرة طاقته عالية واجتماعي وبيحب السباحة واللعب. رقم 3، الباسيت هاوند. كلب صيد فرنساوي شخصيته مضحكة وظريفة وصاحب أطول ودان في عالم الكلاب، طاقته قليلة وعنيد ولكنه بيحب أصحابه وأسرته جدا، بيحب كمان اللعب مع الكلاب التانية. رقم 2، اللابرادور ريتريفر. كلب أسرة إنجليزي بيتميز بألوانه التلاتة الأبيض والأسود والبني، من أذكى الكلاب في العالم ويعتبر أفضل كلب أسرة في أمريكا، متعدد الأغراض، يمكن استخدامه في الصيد أو الجري، كلب سهل التدريب. رقم 1، الجولدن ريتريفر. كلب أسرة اسكتلندي وأشهر كلب أسرة في العالم، من أجمل الكلاب اللي ممكن تشوفها في حياتك من ناحية الشكل، وطبعا غير طبعه المعروف بأنه محب لكل الناس والحيوانات واجتماعي جدا، بيحب اللعب مع الأطفال ويحب الجري والسباحة. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.